اكيد في حالات بتفشل تتعلم انجليزي وبتحاول شهر واثنين وثلاثة وعشرة وبتفشل. ايه بقى الحالات اللي زي دي اللي قابلتك وايه اسباب فشلها؟ ليه ممكن تفشل انك تتعلم انجليزي؟ بص، الحالات اللي بتفشل اكتر من اللي بتنجح، عشان اكون صادقه معاك جدا. حلو جدا الوضوح ده. ليه بقى؟ هم بياخدوا كورسز، بيشتغلوا سيلف ستادي. لو في 1000 واحد دخلوا يتعلموا انجلش، 1 أو 2 اللي هيفلح. واو. اول سبب الاستمراريه، انه بيزهق بسرعه. اللي ما بيزهقش بسرعه ده اللي بيبقى حاطط لنفسه تارجت، زي ما انا عملت اول لما جيت اتعلم زمان. لو انا ما كنتش حاطه لنفسي تارجت ومشيت ورا الزهق والملل، ما كنتش كملت. فبيزهق ويتخنق، واصل الموضوع صعب وتقيل. ما هو ما فيش حد قالك ان هي like a piece of cake، هي مش سهله، لكن هي محتاجه مش ضغط على روحك بس، هي محتاجه ان انت تفضل ماسك فيه. يعني في حد كان بيتكلم على الفرق في المهارات ما بين رونالدو وميسي. انا ماليش في الكوره بس يعني انا قريت المقال ده قبل كده. قالوا ان ميسي عنده مهارات ربنا خلقه بيها اقوى بكتير جدا من رونالدو، بس اللي اشهر فيهم في العالم ومعروف بكم نجاحاته مش ميسي، رونالدو، لانه مكافح اكتر. ثانك يو. ما بيعديش عليه يوم ما بيتمرنش، كل يوم بيشتغل على مهاراته عشان ما ينزلش، عشان يفضل طول الوقت يطلع. فهو عوض نقص الموهبه بالشغل الكتير على روحه. فاللي بيضمنني ان انا انجح مش المهاره ان انا اكون جامد، ولا ان ربنا يبقى خليني بموهبه، اني استمر، اني افضل متواجد، اني ابقى بعمل. لانه قليل مستمر خير من كثير منقطع. صحيح. وانا افضل كل يوم بعمل، بزود، كل ما ازود كل ما هطلع لقدام وهطلع لفوق. طب انا وقعت، عادي ان انا اقع اقوم واكمل. ثانيا، انك ما يكونش معاك حد عارف يوجهك صح. لو تفتكر زي ما قلت في البودكاست اللي فات، انه التيتشر اللي انت كنت بتحبه وانت صغير في المدرسه بتحب مادته، صحيح. فالتيتشر اللي معاك او الانستراكتور اللي معاك لو هو ما عرفش انت محتاج ايه وعرف يلعب على احتياجاتك دي، انت هتضيع تماما. انا دلوقتي انت قلت لي ادخلي احنا هنصور في الروم اللي هناك دي، فدخلت كل شويه اخبط على الروم وافتحها وادخل، ما الاقيش المكان، وبعدين اخبط على الروم تاني افتحها وادخل، ما انا مش عارف المكان فين، فافضل الف لحد ما اعرف ان المكان اهو. ففي ناس وهي بتلف بتقع، وهي بتلف بتيأس، وهي بتلف بتضيع. وللأسف زي مجالات كتير الناس اللي بتشتغل لمجرد الشغل ولمجرد القبض وما بيفرقش معاهم الطالب اتعلم او لا، هم اكتر بكتير من الفئة اللي بيهمها مصلحة الطالب. للأسف. هو داخل عندك انت بترمي له الكلمتين على البورد وتديله الماتيريال وروح بيزنس. ده مش عارف ايه، واقف قدامي جوجلت ادور اسيرش. طب ما انا في الاخر ما عرفتش، ما هو انا مش زي الناس القديمه اللي معاك بقالهم كتير. فهو عايزك عارف ويظبط لك شويه حاجات مع اللي انت عارفه ويقول لك يا انت كده اتعلمت، انت زي الفل. كروته. فمادام انت رحت زي الدكتور، انت رايح للدكتور ما عرفش يشخصك صح، هيديك على غلط، فانت مش هخف، انت هتتعب اكتر. هو ده بالظبط اللي بيحصل، هو نفس قياسا على الاثنين، هي الموضوع واحد بس. فانت عايز حد يبقى فاهم انت محتاج ايه. طب في بقى قدرة ذهنية، طبعا احنا خلاص خلينا نقول ان البشر مش زي بعض، تمام، وان في اختلافات مقبولة واحنا قابلين بده. في فعلا ناس قدرتها الذهنية ما تسمح لهاش تتعلم لغة تانية، في كده. مش هم اتعلموا لغة اولى ينفع يتعلم لغة تانية يعني؟ اصل في ناس تقول لك انا مخي مش قابل، انا مش عارف يا سيدي. هو اللي بيحط لنفسه العقد ده. بيقول كده. ده في ناس الدكاتره قالوا عندهم الشلل الكامل وعمرهم ما يتحركوا وبيمشوا دلوقتي وبيجروا وبيدخلوا ماراثونز. في ناس رجليها بتتقطع وبيمشوا باجهزه تعويضيه. القصه عنده هو حاطط لنفسه حاجز، على راي صلاح ابو المجد برضو. هو خايف ينجح، مش خايف يفشل. هو خايف لما يوصل للحته دي يلاقي نفسه محتاج يبذل مجهود اكبر عشان يفضل مستمر ويبقى احسن كتير، وبعدين يبقى احسن تاني عشان الحفاظ على النجاح. فده عبء بقى وضغط نفسي وهعيط ولا اصل الموضوع هيبقى صعب عليا ومش هينفع. فخليني زي ما تختصر بقى كل الطريق الطويل ده وتقعد على جنب هنا بس خلاص. فانا مش عايز، هو خايف. هو في ناس فعلا بتبقى خايفه توصل، هي بتصيح لمجرد الصياح. لا والله يعني زي الموضوع مبدئيا نفسيا اكتر منه فعليا. طبعا امكانياته تجيب، لكن هو ما اتعلمت لغه اولى. الكلام ده لو انت اخرس، مش انت مش اخرس بتتكلم في لسان اهو بيقول حروف. ما انا هنا اقول حروف وهنا اقول حروف وهنا اقول كلمات وهنا اقول كلمات وهنا اقول جمل وهنا اقول جمل. الحاجه الوحيده اللي ممكن ما يتعلموهاش زي بعض الاكسنت، انه يبقى بيتكلم زي الاجنبي او لا. دي بقى اللي فيها فكره مهاره بقى لسان وتحكم، دي ممكن يكون فيها اختلافات. طبعا ما ده فيها اختلافات بالعربي. في ناس بتنطق الكلمات كويس، في ناس عندها لدغه، في ناس لسانها ما بيسمحلهاش تجيب كل الحروف وبيروحوا لدكاتره التخاطب. في ناس بتتكلم بسرعه، في ناس بتتكلم بالراحه جدا. ده اللي ممكن يكون فيه فروق فرديه. لكن اللي يتعلم لغه اصلا لا، مفيش. كلنا بنتعلم لغه عادي. مش اتعلمنا واحده
تعلم عشان عملت واحد، عملت ترابيزه ينفع اعمل مكتب، ما دام عملتها مره هتعرف تعملها كذا بالظبط مره كده.